السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وبسعادة وهنا وفرح يا رب دايما. قبل اي حاجة نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وتعالوا نشوف هنعمل الترمس بتاع العيد ازاي. و معانا هنا حمص شام او بليله زي ما انتوا بتقولوا، بس هو حمص يعني. تمام كده. هنا زي ما وريتكم كده، هتخشوا شوفوا دلوقتي احنا هنعمل ايه. تمام، خشوا معايا وارجعوا لي تاني. هنا بقى كنت نقعت الترمس ده. بصي، يا تنقعيه من الصبح لبالليل يا من بالليل للصبح، وتنفش كده معاكي الترمسية. وهنا كنت جايبة الحمصية كبيرة شوية، برضو نفشت كده زي ما انتوا شايفين. ونغسله غسلة حلوة قوي ونحطه على النار. بص، احنا اي زيادات بقى، حاجات مش حلوة كده، بصوا نشيلها. اي حاجه وارد ان انت تلاقي الحاجات دي في الحمص او في الترمس، بتشيليها وبتنقيه كويس قوي، وبتنقعيه كده حوالي من 8 ل 9 ساعات. تمام كده. بس هنحطه كده على النار زي ما انتوا شايفين. حطيته في الحله، حطيته على النار، وحطيت ميه تغلي على جنب. تمام كده. بس اول ما يغلي معاكي ويبتدي يطلع ريم كده زي ما انتوا شايفين، اي ريمه، احنا طبعا زي ما اتفقنا قبل كده ان اي حاجه بتعمل ريمه من فوق، اي حاجه بتغلي بتعمل ريمه لازم نشيلها فورا. اي ريمه زيادات كده بنشيلها على طول، لازم ننظف الدنيا. تمام كده. دخلتوا شفتوا النهارده عملنا ايه. عملنا الحمص، حمص الشام، وعملنا الترمس. طيب بعد ما استوى هنعمل ايه؟ بصوا دايبه ازاي، دايبه. هنعمل ايه بقى؟ هنحطه في محلول ملح علشان نقدر نحتفظ بيه في التلاجة لاكتر وقت ممكن لحد بعد العيد. تمام. تعالوا بقى، بصوا، لكل كيلو ميه، لا، كل لتر ميه معلقتين من الملح. تمام. فاحنا هنا معانا 2 لتر من الميه، هنحط 4 معالق ملح. تمام، 4 كده هرمين. تمام، هيبقى مظبوط جدا معاكي. استني عشان الميه سخنه. دي ميه مغليه علشان تبقى معقمه. تمام. هنقلب بقى الملح كده. وهنزل كده. وكده خلصنا مع بعض احلى ترمس وحمص ممكن تاكليه. تحفه. شو تعصري بقى ليمون، تحطي شطه زي ما انت عايزه وزي ما انت تحبي. كل سنه وانتم طيبين، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو الفسيخ. نفتح بقى على الفسيخ ونشوف. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله اشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمه الله. باي باي.